بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين، السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم سطات، السيد رئيس الأول لدى محكمة الاستئناف، السيد وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، السيد وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، السيد رئيس المحكمة الابتدائية، السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، السيد الكاتب العام لعمالة إقليم سطات، السيد رئيس المجلس الإقليمي، السيد رئيسة المجلس الجماعي، السادة النواب والمستشارون، السيد رئيس جامعة الحسن الأول، السيد القائد الجهوي للدرك الملكي، السيد القائد الجهوي للقوات المساعدة، السيد القائد الإقليمي للوقاية المدنية، السادة ممثلو السلطات الإقليمية والمحلية، السادة ممثلو المصالح الخارجية، السادة ممثلو الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية، السادة ممثلو الصحافة المحلية والوطنية، السادة ولاة الأمن الذين تشرفوا بقيادة ولاية سطات سابقا، والسادة موظفو وأطر الأمن الوطني المتقاعدين. يسعدنا اليوم أن نحتفل في رحاب ولاية أمن سطات بالذكرى السبعين لتأسيس مؤسستنا العتيدة المديرية العامة للأمن الوطني. نجني بهذه المناسبة المميزة ثمرة سنوات من الجد والاجتهاد والطموح. لقد شكلت هذه المناسبة وككل سنة محطة حافلة بالإنجازات التي تحققت بفضل الإصرار والمثابرة. أيها الحضور الكريم، إن ولاية أمن سطات تؤكد انخراطها الكامل في الاستراتيجية الأمنية المتكاملة التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني، والقائمة على استباق المخاطر والنجاح في الأداء والالتزام الصارم بسيادة القانون. ومن هذا المنطلق نجدد حرصنا اليوم على مواصلة مسار التحديث والتطوير بما يواكب التحولات المجتمعية والمتطلبات الأمنية المتجددة، وذلك من خلال تطوير آليات العمل الأمني والارتقاء بالبنية التحتية وتنمية كفاءة الموارد البشرية وإيلاء عناية خاصة لرقمنة المساطر الإدارية وتبسيط الإجراءات بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتقليص آجال الحصول على الوثائق الإدارية. أيها السيدات والسادة، إن النتائج محققة اليوم لم تكن وليدة الصدفة، بل هي ثمرة لتفعيل التوجيهات السديدة للسيد المدير العام للأمن الوطني وتجسيدا للمخطط الاستراتيجي الرامي إلى مكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن. وبفضل ما اكتسبه موظفو الشرطة بجميع رتبهم خلال التكوين المستمر والاحتكاك اليومي بالقضايا والتوجيه والتأطير من مهارات ومعارف تؤهلهم لتحمل المسؤولية وخدمة مجتمعهم بكفاءة واقتدار. ومن أبرز المنجزات في هذا الإطار رفع مستوى الجاهزية الأمنية وتطوير وسائل المراقبة والتدخل السريع، إضافة إلى تعزيز الأمن السيبراني لمواجهة الجرائم الإلكترونية، إلى جانب ترسيخ مفهوم الشرطة المواطنة التي تقوم على التعاون بين المواطن ورجل الأمن. ولم تكن هذه المنجزات فردية، بل هي ثمرة دعم وتعاون ومساندة بين جميع مصالح الأمن، والتي أغتنم هذه الفرصة لشكر جميع رؤسائها الذين أبلوا البلاء الحسن في محاربة الجريمة وفرض القانون بالشارع العام وإسداء خدمات عمومية عديدة للمواطنين. أيها الحضور الكريم، إيمانا منا بقدسية الحق في الأمن وحماية الأرواح والممتلكات، اعتمدت ولاية أمن سطات مقاربة أمنية شاملة ترتكز على التفاعل والبعد التشاركي في تدبير الشأن الأمني وتكريس مفهوم المرفق الأمني للمواطن، وقد تجسد ذلك في تفعيل سياسة القرب والانفتاح على المحيط وترسيخ جسور الثقة المتبادلة بين المرفق الشرطي والمرتفقين، والانتقال من الفهوم الأمني من منطق التدخل إلى منطق الخدمة العمومية بغية بناء صرح مجتمع متماسك مبني على ثقة المواطن في مؤسسته الأمنية. كما ترتكز هذه المقاربة على تكريس قيم النزاهة والشفافية عبر تعزيز آليات التواصل المؤسساتي والانفتاح على فعاليات المجتمع المدني وتوطيد مفهوم الإنتاج المشترك للأمن. وفي هذا السياق
ومضيا في تقريب الخدمة من المواطنين وتعزيز النجاعة وتجويد الخدمات المقدمة، فقد بادرت ولاية أمسطات إلى تعزيز البنية التحتية الأمنية بإنشاء مقرات أمنية جديدة ساهمت في الولوج السريع إلى الخدمة الأمنية، حيث تم تعزيز البنيات الموجودة بالبنيات التالية: افتتاح مقر لمصلحة مداومة ثانية، افتتاح مقر لمصلحة ثانية لحوادث السير. كما تواصل ولاية أمسطات إنجاز المشاريع المستقبلية التالية: إخراج مشروع دائرة سادسة للشرطة لحيز الوجود بمدينة سطات، وتمكين شريحة كبيرة من المواطنين من الاستفادة من خدمات أمنية قريبة. إنهاء الإجراءات الإدارية من أجل بناء مقر جديد لمفوضية الشرطة ببن حمد. إنهاء الأشغال الجارية لإنجاز مقر لمفوضية الشرطة بمدينة الدروة التابعة لإقليم برشيد، ودائرتين للشرطة تابعتين لنفس المفوضية. ومن أجل دعم القدرات العملاتية والرفع من الأداء الأمني، تم مطلع هذه السنة إحداث فرقة سينو تقنية تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمسطات، مكونة من 3 فرق تضم التخصصات التالية: الكشف عن المخدرات والأوراق المالية، الكشف عن المواد المتفجرة، الكشف عن آثار الدم والجثث. ويشرف على هذه الفرقة موظفون تلقوا تكوينا رفيعا على المستوى المركزي تحت إشراف أطر مختصة حول استخدام الكلاب المدربة للشرطة في مختلف التدخلات الأمنية. أيها السيدات والسادة، إننا نغتنم هذه الفرصة لتجديد الشكر والعرفان لمختلف السلطات المحلية والإقليمية والقضائية على رأسها السيد عامل إقليم سطات على الرعاية والاهتمام الموصولين لمصالحه وتدخله المباشر في تذليل الصعوبات التي تعترض المصالح الأمنية. كما نتوجه بالشكر الموصول إلى السيد الوكيل العام للملك والسيد وكيل الملك على التوجيه والمساعدة التي يسلونها لمصالحنا، وأتقدم بالشكر كذلك إلى شركائنا في الميدان من الدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية على روح التعاون التي ما فتئوا يبرهنون عنها في جميع المناسبات. ولا أغفل كذلك التوجه بالامتنان إلى المجلس الجماعي والمنتخبين على تسهيلهم للمأموريات المختلفة لمصالح الأمن والدعم الذي ما فتئوا يقدمونه كلما تطلب الأمر ذلك، بالإضافة إلى رؤساء المصالح الخارجية المختلفة الذين لم نجد منهم إلا كامل التفهم وروح التعاون من أجل دعم العمل الأمني بكل تجلياته. كما أتوجه بخالص العبارة الشكر والتقدير إلى السادة رؤساء المصالح الولائية وكذا السادة رؤساء المناطق والمفوضيات التابعة لولاية الأمن، نظير ما أبانوا عنه من روح المسؤولية العالية والتفاني الملموس في الاطلاع بالمهام الموكولة إليهم، مما ساهم في تحقيق الأهداف المرجوة ونجاعة الأداء الأمني. كما أتقدم بكل فخر واعتزاز بخالص الشكر والتقدير إلى جميع نساء ورجال الأمن الصاهرين على حماية الوطن والمواطنين الذين يواصلون أداء واجباتهم بإخلاص ونكران للذات، ليبقى الأمن والاستقرار نعمة نعيشها كل يوم. شكرا لكم على تضحياتكم، على يقظتكم الدائمة، وعلى روح المسؤولية التي تحملونها في سبيل خدمة الوطن، فأنتم رمز الانضباط وعنوان الأمان وسند المجتمع في كل الظروف. وختاما نعبر عن اعتزازنا العميق بما تحقق بالمنجزات، ونجدد التزامنا الثابت في حماية مكتسبات الوطن وصون كرامة المواطن والإسهام في بناء مغرب الأمان تحت القيادة الرشيدة لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين، ومجددين التزامنا بخدمة أمن الوطن والمواطن وبذل الغالي والنفيس في سبيل شعارنا الخالد: الله، الوطن، الملك. وكل عام وأسرة الأمن الوطني بألف خير، وعند حسن ظن الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.